السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير. ومرحبا بكم معايا فيديو جديد ان شاء الله. في هذا الفيديو كيف ما كتشوفوا غادي نشارك معكم جوج ديال الطرق باش تحضروا الزيتون الكحل، طريقه عصريه وطريقه تقليديه، بجوج بهم ناجحين 100%. غادي نعطيكم الطريقه ديال الاحتفاظ ديال الزيتون، كيفاش تحتفظوا به لمده طويله بلا ما يغمل ليكم، بلا ما يخسر ما حتى شي حاجه. فكنتمنى انكم تجربوا حيت كيجي بنين بزاف وحسن من اللي كيتباع على برا. وتبارك الله دابا راه الزيتون موجود هذا العام والثمن ديالو رخيص، فعلاش لا ما نستافدوش منه ونوجدوه لوليداتنا ولراسنا حنا الاولين. راه تبارك الله كيجي بنين بزاف. فاذا كنتي اول مره كتشوفي القناه ديالي كنقول لك اختي ما تبخليش عليا بالاشتراك، تفعلي زر الجرس باش يوصلك ان شاء الله كل جديد، وما تنساونيش من اللايكات ديالكم. ونبداو على بركه الله نحضروا الزيتون ديالنا. اول حاجه عندي هنايا واحد الكميه ديال الزيتون، خذوا الكميه اللي بغيتو. قبل بعدا من اول حاجه كنجيبو كنعزلو، كنحيد منه الزيتون الاحمر كنديرو بوحديتو. بالنسبه لهذا الزيتون الاحمر راني غادي نشرملو، دابا نشارك معكم ان شاء الله الطريقه هنايا في اليوتيوب. كنعزلو، كنحيد اي حاجه خامجه كنرميها، يعني ما تخليوش اللي مضروب ولا هذا باش ما يخسرش لكم الزيتون المزيان. صافي هنا من بعد ما كنعزلو كامل وكنحيد اي وحده هنايا في كتشوفوا الراس ديالها احمر حيدوه، حيت الا خليتو داك الاحمر من بعد ما كيبقاش كحل الزيتون ديالكم، كيجي فيه شي حمر شي كحل. فداك الاحمر حيدوه بوحديتو، شرملوه راه كيجي زوين. صافي من بعد ما غسل ما عزلته مزيان غادي ندوز هنايا نغسلو. ضروري الزيتون ديالكم البنات تغسلوه مره وجوج، راكم عارفين اكثريه لا خديتوه هكايا ما عارفينش منين واخدينه، راه كيديروا له الدواء وكيكون يعني دايرين له بزاف ديال المبيدات. فمن الاحسن انكم تغسلوه مزيان من الغبره ومن الدواء باش ان شاء الله يكون الزيتون ديالكم مزيان. الا عندكم هكايا واحد البانيو كبير تقدروا ديروا الماء مزيان، ولا تقدروا ديروا معاه شي قطيرات ديال الخل. صافي وكتفركوا الزيتون ديالكم مزيان هكذايا وكتحطوه في واحد الشبيكه وكتخليوه كيقطر. المهم انا غسلته مره وجوج، تقريبا جوج مرات اللي غسلته. صافي من بعد كنديرو في واحد الشبكه باش كيقطر لي مزيان من داك الماء. وكندوز هنايا كنفرش واحد الفويطه ولا زويف يكون هكا كيشرب الماء، وكنحط عليه الزيتون ديالي غير في الدار، ماشي ضروري تديروه في الشمس، ولا تقدروا ديروه غير في بلاصه مظلله. صافي وكنحطو كنخليه كينشف مزيان. ضروري الزيتون ديالكم ما تبقى فيه حتى قطره ديال الماء. صافي انا كنخليه غير هكا في الكوزينه، لا غد ليه كندوز هنايا كنعزلو. كندير الزيتون الرقيق بوحدو والغليظ بوحدو. علاش انا عزلته؟ حيت غادي ندير جوج ديال الطرق. نتوما الا بغيتو ديروا طريقه واحده بلا ما تعزلوه تقدروا تخلطوا كلشي. المهم انا داك الحبات اللي تبارك الله هكايا غلاضين غادي نديرهم في الطارو، يعني غنديرهم بالطريقه العصريه. وهذا الزيتون هذا الصغير غادي نديرو بالطريقه التقليديه. صافي اول حاجه هنايا غادي نبداو بالطريقه العصريه، واللي كتاخد شويه ديال الوقت صراحه، ولكن الزيتون كيبقى محافظ على الحجم ديالو وكيجي زوين، وتقريبا كيجي بحال داك اللي كنشريوه اللي كيتباع. كناخذ هنايا واحد الطارو ديال البلاستيك هكايا ديال الماء، وكنبدا كنعمر فيه الزيتون ديالي، وما بين كل طبقه وطبقه كندير واحد 3 ديال المعالق ديال الملح الخشن. ضروري تستعملوا الملحه الحيه ماشي داك الملح ديال الطعام. علاش؟ حيت الملحه الحيه هي اللي كتحافظ لينا على الزيتون وكتخليه ما كيشربش لينا الملحه بزاف. فالا درتو الملح العادي، الملح اللي كنطيبوا به، كيجي مالح ما تقدروش تاكلوه. داكشي علاش من الاحسن انكم تستعملوا، او ماشي من الاحسن، ضروري انكم تستعملوا هذا الملح هذا اللي كيكون خشن، وغادي تلقاوه عند العطار راه كيتباع، الثمن ديالو راه رخيص بزاف. صافي من بعد ما كنكمل كناخذ هذيك البيدو كنسدو مزيان، وكنبدا كنحرك هذا الطارو ديالي هكذايا حتى كتلبس ليا كامل داك الحبات ديال الزيتون بديك الملحه. بالنسبه لهاد الطريقه هذه كتاخذ شويه ديال الوقت، كديروه في شي بلاصه اللي كتكون مظلمه، وكتبقاو هكايا كل سيمانه كتحركوه. غادي تلقاوه انه بدا كيطلق الماء. ما تحلوش نهائيا وما تحيدوش منه داك المرجان ديالو. داك المرجان ديالو هو اللي كيحافظ عليه وهو اللي كيخليه انه يبقى معكم مزيان لمده طويله، وما تخافوش راه ما كيجي فيه لا مروره لا حتى شي حاجه. وندوزو دابا للطريقه العصريه، واللي الزيتون ديالكم كيوجد لكم بسرعه. فاش كنقول بسرعه راه ماشي هي في نهار يومين، هي في شهر اولا على الاقل واحد 20 يوم، يعني كيوجد بسرعه. بالنسبه لهاد الطريقه هذه راه ساهله بزاف. كتاخذوا الزيتون ديالكم من بعد ما كيكون نشف تماما، كديروا له الملحه الحيه. بالنسبه للكميه ديال الملحه كتبقى على حسب الكميه ديال الزيتون اللي عندكم. تقريبا في كل كيلو ديال الزيتون كندير كاس ديال الملحه. صافي كنملحو مزيان وكنلبسو كامل بديك الملحه. من بعد كناخذ واحد الكيس ديال الثوب، اولا تقدروا ديروا الخنشه الا عندكم كميه كبيره ديروا الخنشه. انا غادي ندير هذا الكيس ديال الثوب، غير هو يكون ثوب نقي ما يكون فيه لا ريحه لا حتى شي حاجه. الا شفتوا ان
الملحه قليله تبقاو ديروا كل طبقه وطبقه ديروا فيها الملحه هكذا باش الزيتون ديالكم ما كيغملش ليكم. هذيك الملحه هي اللي كتخليه ما يغمل ما حتى شي حاجه. صافي كنسد هكايا الكيس ديالي مزيان. من بعد انا هنايا راه تقطع لي غادي نعاود نضوبلو صافي. وغادي ناخذ هنايا واحد البانيو يكون كبير، غادي ندير فيه هكايا بانيو صغير الوسط مقلوب، وكنحط الزيتون ديالي وكنتقلو هكايا بواحد الحجره ولا اي حاجه عندكم ثقيله. المهم خاص شي حاجه اللي تكون ثقيله باش تخلي داك الزيتون يطلق داك المرجان ديالو كامل، وديك الساعات راه غيحلى معاكم وغادي يطيب. صافي انا هنايا راه دايراه غير في السطح، غادي نغطيه على قبل الشمس وعلى قبل الشتاء، وكنخليه حتى كيتصفى مزيان. تقريبا كياخذ ليا المده ديال شهر. من بعد ما كدوز الشهر كناخذ الزيتون كيكون هو بحال اللي تيولي بحال اللي مكمش شويه، نتوما غادي تشوفوا يعني ما كيبقاش ملس، كيولي تقريبا بحال هكذا. كنغسلو مزيان من ديك الملحه وكنشمشو واحد شويه، غير هو ما تخليوهش يتشمش بزاف باش ما يكرمش ليكم وينشف. كتخليوه غير ينشف من الماء، ما يبقاش فيه نهائيا الماء. صافي من بعد ما كينشف ليا تماما كنديرو في واحد البواطه كنكب عليه زيت الزيتون. بالنسبه للكميه ديال زيت الزيتون ديروا كميه معقوله اللي تخلي ان الزيتون ديالكم كامل يتلبس بالزيت، باش هكذايا كتحافظوا عليه لمده طويله بلا ما يغمل. غادي ندير فيه هنايا حتى الحبات ديال واحد الوريقات ديال الرند، حتى هما كيمصوا الرطوبه ما كيخليوهش انه يغمل. وإلا بغيتوا تحتفظوا به لمده طويله تقدروا ديروه في المجمد، تفرقوه في بلاستيكات وديروه في المجمد وتجبدوا بشويه بشويه، راه تيبقى معكم لمده طويله وما كيوقع له حتى شي حاجه. بالنسبه لهاد الطريقه هذه راه من بعد تقدروا تشرملوه هكايا ديروا له الثومه وداكشي اللي بغيتو. المهم انا كيعجبني هكذا طبيعي. وبالنسبه للطريقه الثانيه اللي شاركت معكم اللي هي الطريقه العصريه اللي كنت درتو في الطارو، هذا راه كياخذ شويه ديال الوقت. انا هنايا مازال ما كنحركو مره وصافي. وإلا شفتوها نتوما راه ما كيبقاش نهائيا داك المرجان فيه. داك المرجان كله اللي كيطلق راه كيعاود يشربو مره اخرى. وما تخافوش ما كيجيكم لا مر لا حتى شي حاجه. انا حتى غادي نكمل الاول عاد غادي ندوز لهذا ان شاء الله، وحتى هو بنفس الطريقه. من بعد ما كيطيب انا نوريكم كيفاش كيولي بحال هكذا، يعني كيولي بحال اللي مكمش شويه. من بعد ما كيطيب لكم بهذا الشكل هذا كتغسلوه وكتشمشوه بنفس الطريقه وديروا له الزيت وتحتفظوا به. يعني هذه هي الطريقه ديالو، راه كيجي بنين بزاف وما تشبعوش منه. هنايا راه تقريبا واجد. المهم نتوما باش تعرفوه 100% واش واجد ولا لا، كتذوقوا الحبه ديال الزيتون. الا شفتوا ان باقي فيها المروره كتعرفوها مازال ما طابت. اما الا كانت ولات المذاق ديالها حلو ما بقاتش فيها ديك المروره ديال الزيتون، يعني بحال اللي كتاكلوا الزيتون خضر، صافي راه كتعرفوا الزيتون ديالكم طايب وواجد. المهم كنتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هاد الطريقه هذه ديال الزيتون، ونتمنى انكم تجربوها. ما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم واللايكات ديالكم، تشتركوا في القناه الا كنتوا باقي ما اشتركتوش. واذا وصلتوا حتى لهاد المرحله من الفيديو كنقول لكم شكرا لكم بزاف، والى فيديو قادم باذن الله. مع السلامه.